تقدر تقولي كام مره اتضحك عليك واتفتح قدامك باكت جواه آلة وانت صدقت انه معقم؟ لو انت في مستشفى كممرض او كدكتور، او انت اصلا كمريض جوه المستشفى ورحت لدكتور الاسنان، او كبنوته رايحه بيوتي سنتر وفرحانه قوي ان الالات اتفتحت قدامها من الباكت، قلت دي كده معقمه ونظيفه. على فكره لا، مش كل باكت معناه انه معقم. فرحتي ان الاله جوه الحاجه دي، والدكتور او كوافيره في بيوتي سنتر او اي حاجه فتح قدامك كده هو معقم؟ لا، الفرق بسيط جدا بين الباكت ده والباكت ده. الباكت ده مش معقم، ده لسه جديد جاي من الشركه، ما دخلش اوتوكلاف، ما تعرضش لبخار، ما دخلش فرن، ما دخلش اي حاجه خالص تعرضه للتعقيم، فكده هو مش معقم، هو مجرد الاله اتحطت فيه ولسه مجرالهوش حاجه. بصوا بعد ما تعقم الجزء البينك ده اتحول للبلاك او البراون او اي لون اغماء حسب ما الباكت مكتوب عليه هيتحول لايه. هنا تعرف اذا كان الباكت ده اتعرض للتعقيم وفعلا اتعقم ولا ما تعقمش. ما تخليش حد يضحك عليك. ولو انت في مستشفى وانا جيت امر عليك كمسؤول مكافحه عدوى، هسالك ازاي تفرق بين الباكت المعقم والباكت الغير معقم، طبعا بحاجات تانية كتير، بقى فيه انديكيتور، حاجات بتقول ان اللون اتغير، انه تعرض لحراره وضغط وهواء. بس لازم تركز كويس قوي في الحاجه اللي قدامك اذا كانت اتعقمت ولا حد بيضحك عليك. لو استفدت من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، واعمل سيف للفيديو عشان يوصلك كل جديد. وبعتي الفيديو لصاحبتك اللي مهتمه بمكافحه العدوى، او اللي مهتمه تروح كوافير، او اللي بيروح عياده الاسنان كتير، عشان محدش يضحك عليك.